شباب قصب التادلة في مباراة مقدمة عن هذه الدورة وهي الرابعة له في بطولة هذا الموسم والثانية له على التوالي، مما يستدعي تدخل كل الغيورين والمسؤولين والمتابعة لغزلان السلامي. أول فرصة حقيقية للتهديف كانت تدلاوية في الدقيقة 18، لكن الحارس محمدينا في المكان المناسب. صد جيد، صورة جيدة. الدقيقة 33 حملت أخبار سارة للخريبجيين الذين افتتحوا حصة التسجيل عن طريق ضربة خطأ. أولى الأهداف تحضر في مباراة اليوم عن طريق اللاعب محسن عبد المؤمن. في آخر دقيقة من الشوط الأول كاد أبناء محمد سهيل أن يعادلوا الكفة لولا وجود سد منيع اسمه محمدينا. في بداية الجولة الثانية الأولمبيك وعن طريق مجهود فردي للمدافع المهاجم بكر الهلالي يوسع الفارق بتسجيله للهدف الثاني. في المباراة عن طريق بكر الهلالي أحد أبرز العناصر. اللاعب نفسه في الدقيقة 53 كاد أن يضيف هدفا ثالث. ممتاز. دقيقة بعد ذلك كاد فريق قصب التادلة أن يسجل هدفه الوحيد، ومرة أخرى محمدينا بالمرصاد. خطيرة وتدخل من الحارس. تحضير، كان التصويب للشاب، كرة خطيرة جدا وفي آخر اللحظات. وسام البركة وفي مناسبتين كاد أن يضيف الهدف الثالث لولا سوء الطالع. بركة تصويبة ومباشرة إلى خارج أرضية الملعب. الآن في بعد 5 دورات يعني أفضل بكثير من السنة الماضية، وهذا شيء ايجابي لان ما بغيناش نضيعوا النقاط في البدايه ديال السنه، لان حنا عارفين بان هامش ديال التطور ديال لاعبين كبير وغادي ياخذوا المسار ديالهم الحقيقي من بعد 2 ولا 3 ديال المباريات. كنتمنوا باش ننتصروا المباراه الجايه. لتنتهي المباراة بفوز أولمبيك خريبكا في أول ديربي شبه محلي جمعها بشباب قصب التادلة الأخير، وبعد انهزامه يبقى متشبتا بالمصباح الأحمر بنقطة واحدة. هدفين مقابل شيء. وكما تابعتم المباراة عرفت تألق اللاعب بكر الهلالي، وفي فقرة زوم